الرضا هو جنة الدنيا، فإذا منحك الله الرضا رأيت كل شيء جميلا، ولو سلبك الرضا لن تسعد حتى ولو امتلكت الدنيا كلها. فبالشكر تفوز بالسعادة، وبالحمد تنال الرضا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. وحشتوني جدا جدا. يلا بقى بينا على فيديو النهارده ونقول بنعمل ايه، بس بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تنسيش بقى لو عجبك فيديو النهارده حطي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو، ولو عجبتك قناتي كمان بعد كده ما تكوني لفتي فيها لفه كده واتفرجت لي كده على كام فيديو من فيديوهاتي، لو عجبتك بقى القناه اشتركي بقى فيها ونوريني كده باشتراكك فيها. لملمت بقى كده عندي الورق والهدوم اللي كان الولاد موقعينها كده، حطيتها طبعا، اللي حطيته في الغسالة حطيته، واللي حطيته عندي في باسكت الهدوم عندي حطيته. فالمهم بقى اللهم صل على النبي، جبت بقى المكنسة عندي كده وقلت طبعا هشفط كده عندي بديل السجاد واشفط كده المجلس. فجيت بقى عشان اشغل المكنسة اشتغلت معايا بس ما بتشفطش، عمال اودي فيها يمين اودي فيها شمال برضو مش شغالة معايا. فسمعت كده كذا فيديو على يوتيوب، لان انا طبعا كنت لما كانت بتبوظ مني او بقى فيها اي حاجة بخش اعمل سيرش على الحاجة اللي انا عاوزاها على اليوتيوب. فبصراحة يعني ايه بلاقي كذا فيديو بيشرح الحاجة اللي انا ببقى عايزاها، فبصلحها عن طريق كده. فالمهم سمعت كذا فيديو كده، بس طبعا الفيديوهات دي مش فادتني، فاكيد بقى ايه قلت خلاص هوديها للراجل يصلحها وشوف ايه اللي فيها وسبب ان هي ما بتشفطش معايا ليه. فالمهم بقى ايه، جبت طبعا قلت بقى هعمل بالمقشه وكده، وانا بصراحه بحب المقشه جدا والله في الكنيس، يعني مش ما بتتعبنيش، بس هو حلاوه المكنسه ان هي بتشفط لك التراب وبتشفط لك اللي اللهم صل على النبي، ورا المجلس ورا الجزامه، يعني هي ليها مميزات برضو حلوه يعني. فالمهم بقى قلت بعد ما اخلص هوديها للراجل يصلح حالي ويشوف ايه سبب ان هي ما بتشفطش اي حاجه من على السجاد. فالمهم بقى ايه، عايزه اقول لكم في حد سالني على بديل السجاد دوت، اتنين سالوني إيه اسعارهم ايه. بصوا دول انا كنت جايباهم في عرض، كنت جايباهم من عندنا من البلد هنا، فطبعا كانوا في العرض كانت الواحده عامله 450، فالاتنين كانوا عاملين 900 جنيه. تمام. ودوت نوعه مش فيوتشر، لا اللي عندي في الركنه هي اللي فيوتشر، بس دوت بصراحه مش عارفه نوعه ايه، بس دوت خامته اقل من فيوتشر، بس بصراحه خامته كويسه جدا. وعايزه اقول لكم الحاجه ما بتلزقش فيه، يعني هو ملوش فروه، يعني الفرو اللي بتبقى في البديل السجاد لا دوت ملوش فروه نهائي. ده تحسيه ان هو عايزه اقول لك يعني شفتوا الحافظه اللي بتبقى ملسه وناعمه دي زي كده ما فيهوش اي فرو. فعشان كده الحاجه بتلاقيها لما بتيجي تكنسيه او بتيجي تنفضيه فمش بتلزق فيه الحاجه، ويعني حلو بصراحه يعني. نيجي بقى هنا للزرعه كده لقيتها برضو مش عجباني، والنيش عندي برضو مش عاجبني، بس طبعا قلت النيش بقى خلاص هعمله يعني بالليل او اعمله بكره. طبعا ناويه ان انا افضيه نهائي وارصه من اول وجديد، بس طبعا بعد ما امسحه كويس جدا وارجع ارصه تاني وامسح بقى الازاز من بره ومن جوه وكله، لان طبعا يعني بقاله مده بصراحه ان انا سايباه على قد اللي انا بمسحه بس من بره، بس طبعا قلت لازم اعمله قبل دخلة رمضان ان شاء الله. في حد بقى سألني هنا على شجرة الزرع بمسحها بإيه أو بغسلها بإيه. بغسلها أول ما بحس إن هي كده اتطربت معايا. بصوا أنا ممكن أمسحها كل 3 أيام المسحة دي اللي هي مسحة بمية بس أوقات بروح جايباها كده شايلة الورق بتاعها كده. دي طبعا الورق دوت ورق الزرع دوت طبعا بيتشال وبيتركب تاني. بجيب كده مية فيها مية وبحط فيها كده معلقتين 3 من الخل وشوية من المسحوق جل، وبدوبه كده بروح حاطة مغطاسة الورق أو مغطاسة الزرع فيه لمدة كده بتاع 3 4 دقايق، وبعدين باروح شايلاه من المية منشفاه وبرجع اركبه تاني. دوت طبعا بعمل الخطوه دي يعني ممكن اعملها كل 15 يوم الحركه دي لما بحس ان الشجره اتطربت، وبالذات دلوقتي احنا في وقت يعني في الشتاء بتلاقي التراب بقى بيخش والعفار وكده يعني. فانا بعمل زي ما قلت لكم كده ممكن اعملها كل 15 يوم او ممكن اعملها كل شهر، بس كده كل يوم او كل 3 ايام اللي انا بمسحها بس بالميه. بس طبعا الميه على طول بتحس ان هي بتغير معاكي ولونها بيبقى باهت معاكي ومش ما بتبقاش حلوه. فانا بعملها زي ما قلت لك كده، بجيب طبق فيه ميه وبحط فيه شويه من الخل ومعايا كده شويه من اي مسحوق جل عندك، ببدا برضو احطها فيه واغطسه لمده 5 دقايق، وبعدين بعد ما تنشف معايا ارجع اركبها تاني بترجع معايا زي الفل وزي ما اكون لسه شارياها. بصوا بقى نيجي بقى للاوردر دوت، انا كنت طالباه من بيدج كده على الفيسبوك، كانوا عاملين عروض على جميع الكتب اللي انت عايزاها. بصراحه يعني الفيسبوك مقلوب اليومين دول اصلا على عروض الكتب باسعار يعني رخيصه جدا. فطبعا لقيت
الpage دي يعني بصراحة أسعارها في الكُتب رخيصة وكويسة ما شاء الله، الكتاب كان عامل يعني ال3 كُتب ب135 جنيه زائد كمان كتاب هدية أنتِ اللي بتختاريه، زائد بس مصاريف الشحن، ومعاهم كمان لكل كتاب فواصل للقراية اللي هم ال4 دول. فطبعًا أنا اخترت دول رسائل من القرآن والعادات الذرية وما لم يسع المسلم جهله. أنا بصراحة كنت يعني أنا كنت قارياهم أونلاين أو PDF، فبرضه حبيت إن أنا أجيبهم، لإن طبعًا القراية إنِّك أنتِ لمّا تقري من الكتاب غير خالص إنِّك تقريه من على التليفون. فالمهم بقى زي ما قُلت لكم، لو أنتم عايزين لينك الpage أو لينك الصفحة اللي أنا جايبة منها اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هادّيكم لينك الpage بصراحة. يعني بالنسبة لسعره حلو جدًا. فأنا طبعًا لمّا لقيت أسعارهم كويسة جدًا، فقُلت إن شاء الله بعد بقى إيه ما نعدّي رمضان ونعدّي العيد وكده، هابدأ بقى كده إيه أتفرّغ لهم كده ونقرأ كده إيه وأقرأ فيهم. وزي ما قُلت لكم في كتاب هدية، يعني أنتِ بتاخدي ال3 ب135، في كتاب هدية أنتِ بتختاريه برضه، بيدوكِ كده قايمة بالكتب اللي أنتِ بتختاري منها، يعني القايمة دي بيكون فيها الكتب الهدية اللي أنتِ هتختاري منها. فطبعًا أنا لقيت يعني الكتاب اللي أنا كنت عايزة أجيبه من زمان للدكتور مصطفى محمود، رحلة الشك إلى الإيمان. فطبعًا كان دي من ضمن القايمة اللي أنتِ بتختاري منها قايمة الهدايا يعني وكده، فأنا طبعًا اخترت الكتاب ده. فطبعًا يعتبر إن أنتِ كده جايبة 4 كتب ب135 جنيه، فلا بلاش بصراحة يعني، زائد مصاريف الشحن كانوا 65 جنيه، فكان المبلغ كله 200 جنيه تمام، والمندوب بييجي لِك لحد البيت. دخلت بقى هنا عندي على أوضة الأطفال، طلعت طبعًا عندي البطاطين برّه، وأنا طبعًا يعني يوم ويوم أو كل يومين باعمل كده، باطلّع عندي البطاطين، وأنا حاكية لكم الموضوع ده قبل كده. طبعًا شِلت بقى إيه شَم النسيم اللي أنا كنت حاطاه على السرير ده، مفرش شَم النسيم ده، و وهابدأ طبعًا أفرش اللي أنتم طبعًا هتشوفوهم دلوقتي. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا حطّي لي بقى لايك واشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس. حابة بقى أشكركم على تعليقاتكم الجميلة اللي اللي يعني جات لي اليومين اللي فاتوا دول على الفيديوهات اللي فاتت، مبسوطة جدًا بتعليقاتكم، وإن الفيديوهات عاجباكم، وإن شاء الله بإذن الله هافضل كده يعني إيه النشاط واخدني كده ومستمرية بإذن الله في تنزيل الفيديوهات، ومش هاتأخر عليكم زي الأول. بس لو اتأخرت بيبقى لظروف يعني إيه ظروف طارئة كده، ظروف غصب عني. بس إن شاء الله يعني مش عايزة أوعدكم لإني أنا باخاف إن أنا أوعد وأخلف بوعدي، فبس بإذن الله يعني إن شاء الله، إن شاء الله يا رب أفضل مستمرة كده والنشاط واخدني وما يحصليش أي drop كده يوقّفني في تنزيل الفيديوهات وكده. بس إن شاء الله برضه مكمّلين في تنضيفات رمضان، بس إحنا أهم حاجة إحنا خلصنا من المطبخ، لإن أكتر حاجة بتحسّي بتاخد معاكِ وقت في الشقة في تنضيفات شهر رمضان هو المطبخ. فبما إنِّك خلّصتِ المطبخ كإنِّك خلّصتِ الشقة كلّها. وأنا الحمد لله يعتبر أصلًا عندي الشقة نضيفة، لإن طبعًا الرُكنة لسه جايباها جديد وجايبة بديل سجاد جديد والمجلس برضه جديد، فيعني اللهم لك الحمد إلى حد كبير يعتبر الشقة نضيفة، ما عادش عندي غير أوضة النوم بس هي اللي أنا عايزة أقلب الدولاب وأرجع أعمله. بس أنا طبعًا مش هاصوّر معاكم أوضة النوم، لإني أنا مش باحب أصوّر أوضة النوم وكده، باحسّها خصوصية. ويا رب أفضل على الثبات اللي عندي ده، ما يجيش في يوم من الأيام وأتغيّر، لإن أنا باخاف والله العظيم يعني، لإن في ناس كتير أوي كنت أسمعها تقول استحالة إن أنا أصوّر في أوضة النوم إزاي، وبعد فترة بعد ما بتتشهر للأسف بالاقيها مصوّرة في أوضة النوم وحاجات كده، يعني كانت هي بنفسها تقول استحالة أعملها، لأ بقت بتعملها. فيا رب، يا رب أثبت على هذا وما أتغيّر أبدًا مش حكاية شهرة، بس مش عارفة، يعني أوقات الإنسان بتحسّي إن هو ميوله بتتغيّر أو تحسّي إن هو أفكاره بتتغيّر، فمش عارفة، بس إن شاء الله أنا مش هاتغيّر يا جدعان وهافضل على كده. نزلت بقى عندي حماية غيّرت طبعًا هدومي ونزلت بقى إيه، كنت جايبة سمك بوري، طبعًا كده قُلت هاعمله سنجاري. فنضّفته طبعًا وطريقة السمك البوري يعني الفتحة بتاعته سهلة جدًا، لا إمّا بمقص حامي، لا إمّا بسكينة حامية. طبعًا بعد ما بتشيلي القشرة لإن طبعًا بيبقى عليه قشرة سميكة جدًا مش زي المكري اللي هو، ف يعني شِلت بقى القشرة اللي عليه وفتحته كده عندي بالمقص وبالسكينة، الاتنين كانوا بيساعدوني لإن كانت الراس بتاعته ناشفة وسميكة أوي. فعايزة لا إمّا المقص يكون حامي أو السكينة حامية معاكِ بحيث إن هي إيه، تعرفي إنِّك أنتِ تفتحيها، لإن لو الحاجة باردة معاكِ هتهري لحم السمك من جوّه. فبرضه على قد ما هو خطوة بسيطة بس خطوة مهمة إن الآلة اللي أنتِ هتعملي بيها سواء السكينة أو المقص تكون حامية معاكِ، هتسهّل معاكِ يعني في التنضيف وكده. هنعمل بقى النهارده إن شاء الله بطريقة حلوة جدًا، والطريقة دي برضه ممكن تعمليها في الماكريل، ممكن تعمليها في جميع أنواع الأسماك اللي أنتِ يعني هتفتحيها سنجاري. وبرضه لو مش هتفتحيها سنجاري بس كفاية إن بس إنِّك أنتِ تحشي البطن برضه
برضه تنفع الطريقة دي. فتحنا بقى كده السمك وغسلناه ونضفناه، وبعدين أصلًا البوري بيبقى يعني نضيف، هو على قد بس اللي أنتِ بتشيلي الحتت السواد والبطروخ اللي بيبقى فيه، بس كده. معايا بقى هنا بصلاية خرطاها كده، هاخرطها كده على إيدي خرط ناعم، وهيكون معايا برضه حباية من الطماطم برضه كده هاقطعها قطع برضه كده صغيرة، وهيكون برضه معايا حباية من الطماطم كبيرة بس طبعًا هتكون مبشورة، هنا ديّة قطعتها كده مكعبات، والتانية هتكون معايا اللهم صل على النبي بشراها، تمام. هيكون برضه معايا قرنين فلفل حامي أو بارد مش هتفرق، أنا كنت حطيت واحد حامي وواحد بارد، بس لمّا السمك بيكون كده فيه شوية spicy كده حراق بتحسي يعني إيه بيدّوا له mix حلو، فأنتِ طبعًا ده يرجع لِك سواء حاباه حراق أو بارد أيًا كان. وعندي برضه هنا عودين من الشبت وعودين من الكزبرة، يعني مش كتير، يعني مش جايين ربع حزمة، فيعني عودين من الشبت وعودين من الكزبرة، ومعايا كده معلقة من التوم، ومعايا برضه كمون وفلفل أسمر وملح وكزبرة اللهم صل على النبي وبهارات سمك، وهاحط شوية بابريكا، وعصرت عليهم ليمونة كبيرة، ونزلت كده عليهم ب3، 4 معالق من الزيت، وقلبت بقى الخلطة التحفة دي. طبعًا هنا بقى نزلت بحباية من الطماطم مبشورة، وهيكون معايا برضه دي بابريكا، معلقة صغيرة من البابريكا عشان تعزّز كده لون الخلطة، ومعايا كده برضه هنا نزلت بشوية من الشطة، وبرضه نزلت تاني بشوية من الخل حوالي كده 3 معالق من الخل. قلبت طبعًا كله مع بعضه كده، عايزة أقول لِك الخلطة تاكليها نيّة، أقسم بالله ريحتها جبارة. جبت كده عندي بقى البوري دهنته كده زيت من على الضهر كده، وطبعًا بقى إيه فردته طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، والصينية طبعًا دهناها زيت عشان ما يلزقش معاكِ، وفي ناس بتعفّر الصينية بالدقيق، فممكن تعملي كده، ممكن تعملي كده اللي يعني في الحالتين عفّرتيها بالدقيق حلوة، دهنتيها زيت حلوة، ففي الحالتين مش هيلزق معاكِ. هادخّله بقى طبعًا الفرن، وهنا بقى بعد ما طلع معايا من الفرن كنت مصورة وهو في الفرن، بس المقطع دوّة اتحذف مني. فعايزة أقول لكم يعني طعمه جبار، ما تغمقيهوش أكتر من كده أو تحرقي الخلطة أكتر من كده، هو طبعًا مستوي وعامل زي الزبدة معاكِ، وطعمه في منتهى الجمال والروعة. جربيه بالخلطة دي هيفرق معاكِ جدًا، وخاصةً بقى إحنا داخلين علينا شهر رمضان، فعايزين تجديد. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص، أشوفكم إن شاء الله في فيديو